أول شيء خلينا نشرح ليش البنات يرجعون لوزنهم الطبيعي بعد الولادة بس البطن ضلها مرتخية ومترهلة. المشكلة هي في الانفصال العضلي اللي ما عالجوه. شو اللي بيصير؟ إنه أثناء الحمل والولادة تصير العضلات البطن تتمدد لأقصى حد، وبعدين هي مثل الإلاستيك لما توصل لحد معين تصير تنفصل عن بعضها مشان تعمل مكان للبيبي مشان يكبر. وكمان بنشوف كتير من الحوامل بالأشهر الأخيرة يصير عندهم مثل هي خط غامق اللون، هاي اللي بنسميها لينيا ألبا. لينيا ألبا هي عبارة عن نسيج اللي تجمع ما بين العضلات. لما هاي النسيج يضعف والعضلات البطن تضعف يصير عندنا ما يسمى بالانفصال العضلي. العضلات اللي عندنا بالبطن خصوصا هاي داخلية هي يعني تعمل مثل جدار وحاجز للأمعاء والأعضاء الداخلية. لما تصير ضعيفة تخرج هاي الأعضاء تضغط على هاي العضلات اللي هي ضعيفة ويصير عندنا هاي البطن المترهلة وما بنعرف شو نسوي. يعني نعمل كتير تمارين وما بتسوي نتيجة. تمارين اللي حنسويها للانفصال العضلي هي تمارين مو صعبة، هي تمارين كتير بسيطة، بس الأهم شيء هو لازم نلاقي هاي العضلات مشان نمرنها. وكيف رح نلاقي هاي العضلات؟ أول شيء بدكم تتخيلوا معي إذا حدا رح يلكمكم، يعني لكمة، تاخدين لكمة على بطنك هيك، هاي ردة الفعل، هاي اللي بنسميها يعني شد عضلات البطن. هاي ردة الفعل أنا اللي بدي إياكم تاخدوها معكم لما نعمل تمارين الانفصال العضلي. الطريقة إذا بتشوفون رح ألكم حالي هيك، وهاي ردة الفعل، يعني صير أشد بدون شعور، رح يشد عضلات البطن. أوكي، في طريقة تانية كمان بدنا فيها نعرف يعني نلاقي هاي العضلات. أول شيء نحط إيدينا هيك بالجوانب هيك، وبعدين بدنا نشد العضلات البطن للداخل. إذا فيك تحسين بالعضلات منيح كتير، إذا ما فيكي لازم لك تتدربين. يعني نحاول نعمل هاي التمارين كذا مرة ونحاول نكررهم لحد ما نلاقي هاي العضلات. مشان نلاقي هاي العضلات اللي بدنا نمرنها بياخد وقت، مو كل الناس ممكن يلاقوها هيك بسرعة، بتاخد وقت، ممكن أسبوع، ممكن أسبوعين، ممكن شهر، بس المهم إن نحن ما نستسلم، بس نلاقي هاي العضلات رح نمرنها وحيروح إن شاء الله الانفصال العضلي. أول شيء بدنا نقيس قديش انفصال عضلي عنا. الرجلين متنية هيك قريبة شوية على المؤخرة، وبعدين بدنا نرفع راسنا والكتفين ونتخيل كأنه عنا هيك كرة التنس واضعينها هون، ونشوف بالسقف. أوكي هيك، وبعدين ناخد أصابعنا، ممكن توضعي كمان إيديك هيك على الرقبة مشان تسانديها. باخد أصابع إيديا هيك وأشوف قديش، رح أحسب قديش انفصال عضلي عندي. رح نحسب عرض وكمان العمق. أوكي، أول شيء قريب على هاي المشيمة البالي باتن، ونشوف قديش عمق. كمان فينا نحسب تحت المشيمة كمان. أنا هلا انفصال عضلي عندي تقريبا أسبوع ونصف. في بنات ممكن عندهم أسبوعين، 3 أصابع. أسبوع إلى أسبوعين يعتبر كتير طبيعي، أكتر من هيك يعني عندنا انفصال عضلي. أول شي خلينا نبلش بهاي الوضعية.
اليدين مستقيمة هيك 90 درجة. بدنا نشد عضلات البطن للداخل. اوكي، ونبلش. اول شي نرفع اليد اليمنى والركبة اليسار هيك ثواني قليلة، بعدين نحطهم هيك ببطء، ونعمل نفس الشي للجهة الثانية، ايدينا هيك والركبة، ونصير نعمل هيك هدول الحركات تقريبا 10 إلى 15 مرة. خلينا نعملها معا، وما ننسى نشد عضلات البطن. أنا هلأ صار يوجعوني، حطهم. بعدين بعد ما نخلص هاي التمرين نروح على التمرين الثاني. التمرين الثاني نفس الشيء، الايدين بهاي الوضعية زي ما بتشوفون، وراح ارفع هيك مثلا تشوفون يعني كيف حركات البطن راح تصير. اول شيء اتنفس شهيق، وبعدين اشد عضلات البطن. اوكي، راح نبلش هلا. بعدين ننزل عضلات البطن في الارض. اوكي، لما نكمل هاي التمرين نروح على الخطوة الثانية، والتمارين اللي بدي اياكم تعملوها هلا. حنروح مثل التمرين الاول، الايدين مستقيمة 90 درجة على الارض، وبعدين بدنا نرفع الركبتين هيك ثواني قليلة، وبعدين نرجعهم على الارض ببطء كمان. وما ننسى نشد عضلات البطن، اهم شي نشد عضلات البطن لما نرفع. التمرين اللي بعده راح نحاول يعني نقعد هيك مستقيم، مو هيك هيك، يعني خط مستقيم، ايدينا هيك، وبدنا نرفع الرجلين معا. فيكم توضعوا ايديكم مشان تحسون اذا عضلات البطن مشدودة ولا لا، وننزل. إذا ما عندكم كتير توازن يمكن توضعون هاي الإيد هاي على الأرض وترفعون. لما نكمل نروح على التمرين الموالي. الأرض، الظهر مستقيم على الأرض، نمد جسمنا هيك، وبعدين نرفع اليد اليمين والرجل اليسار، وهيك كمان ضروري جدا إن نشد عضلات البطن للداخل. إذا تحبون ما ضروري تكون الرجل مستقيمة، بس هيك. أنا بحسهم كيف يشتغلون عضلات البطن. وبعدين نروح على الجهة الثانية.
وبدنا نعمل هاي التمرين كمان 10 إلى 15 مرة. آخر تمرين اللي راح نسويه هلا، أول شي مثل العادة نشد عضلات البطن، نرفع رجلين هيك، وبعدين بدنا ننزلهم هيك ببطء شديد، ونرفع وننزل. إذا تحطون إيديكم على هاي العضلات البطن، يعني زي ما بيتخبروا إلا الدماغ إنه بده يشتغل على هاي العضلات، شو بنسميه mind body connection. وهاي كان آخر تمرين اللي نسوي بهاي السلسلة تمارين لمعالجة الانفصال العضلي.